خوتي الأعزاز، تحياتي لكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. التيفو العالمي لجماهير المنتخب الجزائري صنع الحدث في مواقع التواصل الاجتماعي، وخلى الكثير من الناس يتساءلوا علاش في هذا التيفو، صاحب التيفو علاش رسم دراجة هوائية. خرج هذا الأخ التونسي راهو يسقسي فيكم، قال لكم فهموني علاش حطوا هذه الدراجة الهوائية. أنا نعرف الإجابة وما نقولش، خليكم خوتي الأعزاز تفهموه في التعاليق. العياش انتم ثاني معنيين بهذا الفيديو. الولاد بجاه ربي فهموني، انا نحب نفهم حاجه واحده. هيا بنا الى المونديال، اوكي فهمناه، واضحه وضوح الشمس. لكن اللي مش واضح حكايه البسكليت هذه، الدراجه هذه شي حكايتها اللي هبط التيفو هذا. الدكاترة تاع المروك روحوا فهمونا هذا التونسي، يقولوا له واش حكاية البيسكلات. رضوان فروحي، انت حطيت فيديو زورت الأحداث وكذبت على العياشة. أنا نوجه نداء للمؤثرين تاع المروك يجي يفهموا هذا التونسي. هيا بنا الى المونديال وحاط البسكليت هذا، راهو بالحق هذا راهو عبقري فيلسوف. شنو هو يقصد بحكايه البسكليت؟ بجاه ربي فهموني، طالب منكم حاجه واحده، انه في كومنتاريات بجاه ربي فهموني حكايه البسكليت. فهموني ولا يخرج لنا هو اخوي بالله، لوجوا عليه وين يسكن وسالوه بجاه ربي، يمشي له شي واحد يساله يقول له بالله شنو حكايه البسكليت. بجاه ربي راهو الناس الكل توا راهي عامله تراند حكايه البسكليت، عامله تراند راهي في السوشيال ميديا، وراي بالله يخرج لنا الفيلسوف هذا ويقول لنا حكايه البسكليت شنو، على خاطرها راي حاجه غامضه ياسر ياسر ياسر، ولتو ما فهمناهاش، بالحق لتو ما فهمناهاش.